الأدب صورة للعقل، فصور عقلك زي ما انت عايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية أحب أرحب بجماهير المارد الأحمر. بتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد عن النادي الأهلي، ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في أول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. الأدب صورة للعقل، فصور عقلك زي ما انت عايز. دي للناس اللي بتتكلم كلام مش منطقي ولا يدخل العقل وكمان بيزيف الحقائق. بقالنا يومين بنسمع الإعلام العربي بيحتفل بالنادي الأهلي وبيتغنى بيه، وكمان بيتكلم عن إنجازاته وبطولاته وتاريخ النادي الأهلي. الإعلام المغربي بيقول لولا النادي الأهلي ما كان للكرة المصرية شأن في البطولات القارية. عارفين ده معناه إيه؟ يعني الناس الفرق او الانديه العربيه والافريقيه عارفين قيمه النادي الاهلي، ان لو النادي الاهلي مش موجود في مصر مش هيبقى لمصر وجود في اي بطوله قاريه او عالميه زي كاس العالم للانديه. وكمان رشيد الطوسي بيقول مدرب الفريق الرجاء السابق ان الاهلي هو ريال مدريد دوري ابطال افريقيا، نعتقد انه انتهى لكنه يغدر بيك في اي لحظة. ده ليه بقى؟ عشان الناس اللي اتكلمت عن النادي الاهلي في دور المجموعات وقال ان النادي الاهلي ضعيف ومش هيكمل وهيخرج من البطولة، ده بيبين عكس الكلام خالص. وان النادي الاهلي حتى لو حصل له دروب في دور المجموعات قادر ان هو يعدي من دور المجموعات وقادر ان هو يكمل لطريق النهائي وياخد البطولة. ده كلام الناس في الإعلام التونسي والإعلام المغربي، ما ننساش ده. كمان بيقول حسني الزغدودي أي فريق في أفريقيا لازم يخاف من النادي الأهلي. وكمان بيقول لا مقارنة بين الأهلي والأندية الأفريقية والعربية. كل الناس عارفة قيمة وحجم النادي الأهلي، وطبعا مش بالكلام. النادي الاهلي اكتر نادي افريقي وعربي حصل على بطولة افريقيا. النادي الاهلي اكتر نادي وصل لكأس العالم للأندية، احرز 3 برونزيات، واخر بطولة خد رابع عالم. النادي الاهلي قيمة وقامة الكل يعرف قيمتها الا عندنا هنا في مصر. وصور يعني الادب، بيقول لك الادب صورة للعقل، فصور عقلك كما تشاء. ده عشان الناس اللي بتطلع على صفحات الزمالك والبيدجات الزمالك اللي دايما بتقول عكس الحقيقة وبتقول كلام مش في المنطق نهائي. بالدليل انا بشوف صفحات وبيدجات زملكاوية بتعكس عكس الحقيقة. وده يعني الاعلام التونسي والمغربي والجزائري كل الفرق العربية والافريقية هنت الاهلي في احتفاله بالعيد ال116، وهنا في مصر بيتريقوا او بيحفلوا على ذكرى تأسيس النادي الاهلي. وده بيبين جهلهم، بيبين ان الناس دي مأجورة. ايوه مأجورة. الناس دي في ناس بتصرف عليها عشان تطلع تقلل من النادي الاهلي، وده طبعا مش حقيقة وكل الناس عارفة مش فاهمة. اوعوا تفتكروا ان الجمهور عموما، مش جمهور الاهلي بس، جمهور الكوره في مصر فاهم وعارف ان الناس اللي بتطلع وبتقول كلام عكس الحقيقه ده كلام محدش يصدقه. فبالتالي انتوا بتتعبوا نفسيكم وخلاص. انا من رايي ان الناس دي لو عارفه حقيقه نفسها مش هتطلع تقول الكلام ده. الناس دي اقل من ان احنا نطلع نتكلم عليها، لكن لازم نرد عليها. الاعلام التونسي والمغربي والجزائري، انا طبعا كاهلاوي فرحان ان الاهلي بياخد حقه من اخواتنا وحبايبنا في العرب، سواء في المغرب او في تونس او في الجزائر او في بلادنا العربيه عموما. طبعا انا يعني طالع بس على الموضوع ده، ان انا شايف ان النادي الاهلي واخد حقه من اشقائنا العرب، لان النادي الاهلي عمره ما قلل من اي فريق، عمره ما غلط في اي حد.
فبالتالي رد الفعل لازم الانديه تحترم النادي الاهلي زي ما النادي الاهلي بيحترم اشقائه العرب والافارقه. وكمان احنا شفنا ان فريق نادي الزمالك لما كان بيقابل اي فريق عربي قبل المباراه كان بيطلع الاعلام الزملكاوي على قناه الزمالك دايما يطلع يقلل من الفريق اللي قصاده، وده ما بيحصلش في النادي الاهلي. عشان كده هم ما بيكملوش، هم دايما مش شايفين نفسهم، هم شايفين اللي قصادهم، دايما بيطلعوا يقللوا من اي منافس بيلاعبهم، وده طبعا بعيد عن النادي الاهلي وما بيحصلش. انا كنت طالع بس عشان اقول الفرق ما بين النادي الاهلي واي فريق تاني. وكمان عايز اشكر كل الاعلام العربي سواء المغربي او التونسي او اي اعلام بيتكلم عن النادي الادب عن النادي الاهلي بكل ادب واحترام، لان النادي الاهلي بيكن كل الادب والاحترام لكل الفرق العربيه والافريقيه. وفي النهايه اللي يتفرج على الحلقه او يشوف الحلقه يعمل لايك وشير واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد عن النادي الاهلي وقناه المارد الاحمر للاهلي والاهلاويه.